بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. في حلقة اليوم نحاول طرح سؤال مركزي أعتقد أنه بإمكان أي إنسان أن يطرحه، ويتعلق بهل الرئيس الأمريكي وما يطرحه من قرارات نابعة من عفوية ومزاجية، أم أن الأمر نابع من مؤسسات ذات أبعاد استراتيجية أمريكية. أعتقد أن الأحداث تبدو متسارعة، فمنذ أن تدخلت قوة أمريكية في فنزويلا وتمت باختطاف الرئيس الفنزويلي مادورو وزوجته واقتيادهما إلى أمريكا، إذن منذ ذلك الحدث والأحداث تتسارع. فبعد فنزويلا طرح الرئيس الأمريكي فكرة ضم جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك، وهو القرار الذي أحدث ضجة عالمية وأحدث رعب في الاتحاد الأوروبي. نطرح السؤال ثانية: هل ما يقوله الرئيس الأمريكي وهو صادر عن شخصه، أم هو قرار أو قرارات تستخلص من المؤسسات التي تدير الشأن الأمريكي الخارجي؟ الجواب: تحركات الرئيس الأمريكي ليست تحركات مزاجية أو عفوية، هي تحركات مبنية على مخطط استراتيجي بعيد المدى. أعتقد أنه انطلقت في تجسيده الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن الجديد في هذه القرارات أنها متسارعة أو وراء بعضها البعض. فبعد طرحه لفكرة أو قرار ضم جزيرة غرينلاند الدنماركية، الرئيس الأمريكي يطرح فكرة إنشاء ما سماه مجلس سلام. هذا المجلس يستهدف كما تداولته أو تداوله الإعلام العالمي، يستهدف الإشراف على قطاع غزة. وبحسب المعلومات التي تتداولها الكثير من منصات التواصل الاجتماعي والكثير من الصحف، أن الرئيس الأمريكي بدأ في اتصالات مع الدول التي وافقت مبدئيا الانضمام إلى هذا المجلس. أعتقد أن هذه القرارات هي ليست قرارات عفوية أو قرارات أحادية يصدرها الرئيس. إذا أردنا أن نربط هذا بما سبق أو نربطه حدث الحرب في أوكرانيا، نتأكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية منزعجة، إن لم نقل متخوفة، من
مشروع إنشاء قطب عالمي موازي للأحادية القطبية. وأعتقد أن منظمة بريكس التي تأسست من خلال 4 دول كبرى، روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا، ثم بعد ذلك انضمت إلى بعض الدول وانسحبت أخرى. إنشاء هذه المنظمة وإنشاء ذراع مالي أو اقتصادي جعل الولايات المتحدة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي يسابق، لا نقول يسابق الزمن، ولكن يطرح هذه الأفكار أو هذه المشاريع التي تبدو أنها عفوية، لكنها في الحقيقة هي نابعة عن مؤسسات أمريكية راسخة في التخطيط للسياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية في حرب بلا سلاح ضد أي مشروع يستهدف الإطاحة بالأحادية القطبية في العالم. وما هذه القرارات التي يعلنها الرئيس الأمريكي تباعا إلا جزئيات من هذا المشروع الذي يستهدف بقاء الولايات المتحدة الأمريكية كقوة أولى في العالم، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، وقوة سياسية. والعالم بعد هذه القرارات يترقب الجديد أو يترقب تداعيات ما أعلن عنه الرئيس الأمريكي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.